تفتكروا القدماء المصريين كان عندهم ألعاب زي اللي عندنا دلوقتي؟ وده الجزء الأول. سنة 1861 اكتشف عالم المصريات الفرنسي أوغست مارييت مقبرة حسي رع، وحسي رع ده كان وزير في عهد الملك زوسر في الأسرة الثالثة، ويعتبر هو أول طبيب أسنان ذكر في التاريخ. ومن ضمن مقتنيات المقبرة كانت أول قطعة تكتشف للعبة سنت، وسنت كلمة بتعني المرور، وهي كانت لعبة بتتلعب من كل الفئات المجتمعية في مصر، وبنشوفها على لوحة والملكة نفرتاري بنفسها بتلعبها. وعلى الرغم إنها بدأت كلعبة ترفيهية إلا إنها مع الوقت اكتسبت بعد فلسفي وديني مهم جدا في حياة المصري القديم، فبنشوفها متواجدة في كتير من المقابر، ومنهم مقبرة الملك توت عنخ آمون. واللعبة من اسمها كانت بتمثل رحلة عبور روح المصري القديم للحياة الأخرى حسب معتقداتهم في الوقت ده. واللعبة كانت بتتلعب بين اتنين، كل واحد معاه عصيان خشبية عليها لونين، والألوان دي كانت بتمثل عدد حركات القطع على اللوحة. وخلال اللعب كان بيواجه اللاعب عدد من المربعات اللي بتمثل معوقات في طريق الوصول لهدفه، زي المعوقات اللي بتقابلها الروح في طريق الوصول للحياة الأخرى حسب معتقداتهم في الوقت ده. أتمنى تكون قصقصة النهاردة عجبتكم، وتابعونا عشان تعرفوا أكتر، لأن مهما عرفنا هيفضل عندنا سؤال بنسأله.